الواقع ونحكي هو كيف آليات العمل فيه المتعارف عليه يعني بالعالم. فنحن كنا نركز بالدرجة الأولى على الموضوع إصلاح الطاقة على سبيل المثال، استعادة العلاقات الدولية والإقليمية، رفع القوانين اللي فيها نوع من الحظر على سوريا، لأنه أي عملية تنموية تصطدم بشكل أو آخر فينا نتجاوزها. نحن كسوريين عندنا شوية مهارات بس ما تأتينا بنفس النتائج اللي فيما لو رفعت قانونيا وما بتتفاعل معنا الدول المحيطة فينا واللي حاب يستثمر، خاصة اعتمدنا على شيء كبير من إعادة الإعمار من خلال الاستثمار يعني. فهي مراحل أساسية لإعادة التنمية الاقتصادية. بشكل موازي داخليا في عندك تحدي بناء القوى الأمنية والعسكرية، لأنه بدون أمن ما في بناء اقتصادي على الإطلاق، وتلافي كثير من المشاكل الحاصلة. أولا مشاكل الثورة واحتوائها، انتوا عشتوا بالثورة يعني، ما من ذمة إذا بنقول كان فيها مشاكل، حالة طبيعية بس كان فيها حجم مشاكل وخلافات كتير كبيرة، وبعض منها ما تصلح إلا وصلنا لدمشق يعني تقريبا. فثقافات مختلفة شوي وآراء شوي مختلفة، وناس كان عينها على يعني نشوة النصر كانت مؤثرة في شريحة واسعة من الناس، وفي شريحة عم بيحاول يستفيد من موقع ما في ظل الانتصار اللي حصل يعني. فعملية إحداث حالة من الوئام ما بين حالة الثورة وحالة من كان يعيش مع النظام وحالة من كان موالي للنظام وحالة من كان، فهذا كمان تحدي كتير كبير كان في سوريا، ما هو كان شيء سهل وبسيط، ولا زال إلى الآن هو تحدي، لكن بدرجة أخف يعني مما كان عليه في